وصفتنا النهاردة سهلة وسريعة جدا، لكنها في نفس الوقت خطيرة وتحفة. وجبة غدا بجد مش هيختلف عليها أي حد عندك في البيت، وكلهم هيطلبوها منك دايما. هنعمل حواوشي العيش البلدي في الفرن، خطير جدا. طعمه بجد تحفة وسريع، مش هياخد منك وقت خالص، لكن النتيجة روعة جدا جدا. بصوا قد ايه العيش طري، مستوي مظبوط قوي، واللحمة كمان يا جماعة طعمها خطير. وعايزة اقول لكم والله العظيم لو عملتوه بنفس الطريقة دي، ريحته هتجيب اخر الشارع حرفيا. تقدري انك تقدميها مع سلطه طحينه وبطاطس محمره او مع مخلل. عايزه اقولك ان هي في جميع الاحوال هتعجب كل اللي موجودين في البيت. يلا بقى بينا نشوف احنا عملنا الحواوشي الجميل ده ازاي. بس يا ريت ما تنسيش تحطي لايك، لان اللايك بيدعم الفيديو جدا وبيرفعه. ولو اول مره بتشوفيني، انا اسمي سعاد، ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي يا ريت تشرفيني وتنوريني باشتراكك فيها. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ونبتدي في الوصفه بتاعتنا. دلوقتي انا هنا لنص كيلو اللحمه هحتاج بصلتين كبار او 3 بصلات وسط، ومعايا قرنين فلفل كده اخضر، تقدري تحطيهم حاميين او باردين، او واحد حامي وواحد بارد زي ما تحبي خالص. ده فلفل اخضر رومي عادي جدا. وانا عشان البصل عندي ما كانش كبير قوي، فحطيت 3 بصلات كده متوسطين، وهبتدي ان انا اضربهم كويس قوي. ومش عايزه الفرمه تكون ناعمه قوي عشان البصل ما ينزلش ميته، ولما احط خلطه الحواوشي في العيش هتبوش العيش وهيطرى. التركايه دي مهمه جدا عشان تطلعي حواوشي مظبوط. هنا عندي فصين من الثوم، عايزه اقول لكم بيدي تيست رهيب جدا في الحواوشي، جربوه ان شاء الله مش هتندموا. وزي ما قلت لك انا عايزه الفرمه بتاعه البصل والفلفل تكون خشنه مش ناعمه. هنا بقى كده تمام قوي. بصوا او اتفرم فرم خشن شويه كده، تمام قوي زي ما انا عايزه بالظبط. زي ما قلت لكم الكميه دي لنص كيلو من اللحمه المفرومه. طبعا لازم يكون النص كيلو اللحمه يكون عليه حوالي 100 جرام من الدهن، يعني اللي هي ضاني 100 جرام ليا ضاني او 100 جرام دهن عادي. لو مفيش ده او ده تقدري تحطي معلقه سمنه بلدي كده او معلقه سمنه عاديه زي ما تحبي. السمنه البلدي بتدي تيست حلو جدا للحواوشي. معلقه ونص كده من الملح، والمقدار الملح ده مظبوط جدا على الكميه دي. معلقه كده من الفلفل الاسود، وربع معلقه صغيره من القرفه، وانا هعمله بدون بهارات حواوشي. بس حطي التوابل دي وهتاكلي حواوشي رائع. ونص معلقه بودره ثوم، نص معلقه بودره بصل. تمام كده. وهبتدي ان انا اقلب المكونات بقى بتاعتي كلها مع بعض ونعجنها كويس. انا عايزه اللحمه تتعجن كويس مع البصل والفلفل. عايزه اقول لكم لو ما عندكيش بهارات حواوشي مش شرط خالص، انا عمري ما حطيت في الحواوشي بهارات حواوشي، ومع ذلك في كل مره بيطلع احلى من المره اللي قبلها. جربي تحطي التوابل زي ما انا حطيتها بالظبط بنفس الكميه، وان شاء الله هيعجبك جدا. هنا بقى عجنت اللحمه كويس مع البصل والفلفل والتوابل. عندي بقى عيش بلدي او عيش شامي، العيش اللي تحبيه مفيش اي مشكله. هفتحه طبعا كده على قد ما ايدي تدخل جواه، مش فتحه كبيره. وهاخد كده كميه من اللحمه براحتك، حباها كتير حباها قليل حباها وسط. انا الكميه دي كانت مناسبه بالنسبه لي. بصوا ببتدي ان انا افردها في الرغيف كويس. وانتي بتفردي كده حاولي انك تخلي اللحمه مظبوطه، بحيث ان بعد التسويه ما تلاقيش جزء من الرغيف فيه كميه لحمه اكتر من الجزء التاني. طبعا فاهمين قصدي ايه. تمام كده. بصوا برضو اهو عملت الرغيف التاني. زي ما قلت لكم كميه اللحمه دي حسب اختياركم انتوا، براحتكم الكميه اللي انتوا عايزينها حطوها. طبعا انا مش هعمل كميه العيش معاكم. وعايزه اقول لكم ان نص كيلو اللحمه المفرومه عمل لي 9 رغيفه من الحواوشي، وما شاء الله كان فيهم كميه لحمه حلوه، يعني اللحمه ما كانتش قليله خالص جواه. هعمل بقى بقيه الحواوشي كله عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم، وارجع لكم على طول. بصوا بقى هنا بعد ما خلصت كمية الحواوشي كلها او كمية اللحمة كلها في العيش، تمام هجيب صينية او صاج او اي حاجة تسوي فيها براحتك. بس اهم حاجة الجوانب بتاعتها ما تكونش عالية قوي. وهدهنها كده دهنة حلوة من الزيت. الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة متوسطة، وبسيبه يسخن قبل ما ادخل فيه الحواوشي بحوالي 10 دقايق. تمام. كل رغيف احطه على الصينيه هبتدي ان انا ادهنه من على الجنبين الوش والظهر يعني بالزيت. ما تبالغيش قوي في دهنه الزيت عشان الحواوشي ما ينشفش في الفرن. تمام كده.
وما تدخليش الحواوشي على نار عاليه قوي، لانك لو دخلتيه على نار عاليه قوي هتلاقيه نشف بعد وقت بسيط جدا العيش. وطبعا على بال اللحمه ما تستوي هيكون العيش نشف جدا جدا، والولاد او اي حد طبعا في البيت مش هيعرف ياكله لان هيكون نشف زياده عن اللزوم. تمام، برضو دي تركايه مهمه، مهم جدا ان احنا نراعيها اثناء التسويه. هخلص بقى كل كميه العيش بنفس الطريقه كده، ادهنه من فوق ومن تحت وهرصهم جنب بعض. ما ينفعش تحط رغيف على التاني عشان يستوي كله زي بعضه. هدخله بقى الفرن زي ما قلت لكم على نار وسط، هيقعد حوالي من 40 ل 45 دقيقه. وتقدري في نص مده التسويه تقلبي الحواوشي عشان يستوي على الوشين نفس التسويه. تمام. بصوا بعد ما طلع من الفرن ما شاء الله شكله حلو جدا جدا، واللحمه كمان كانت مستويه جدا واخده حقها في التسويه. يا رب يكون الوصفه عجبتكم، اتمنى ان انتوا تجربوها، ولو لسه حطيتش اللايك يا ريت تحطيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.